السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فالسبورت. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري. تمكن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة كرة القدم من خطف الأضواء في منافسات كأس السوبر السعودي بفضل تألقه اللافت وشهيته التهديفية المفتوحة بعد الفوز مساء اليوم الخميس على النصر بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بنتيجة 3 أهداف لهدف. وبوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يظهر النصراوي بالصورة المقنعة في الشوط الأول في الوقت الذي نجح فيه العميد في تحقيق مراده من خلال تحصين الخطوط الخلفية والعمل على الهجمات المرتدة التي ترجمت إحداها إلى هدف عن طريق البرازيلي رومارينهو بعد كرة عرضية متقنة من اللاعب عبد الرزاق حمد الله قبل أن يتمكن الأخير من مضاعفة النتيجة عبر كرة رأسية متقنة في الدقيقة 4-3. وفي الشوط الثاني حاول العالمي التعويض حيث نجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في تقليص الفارق عند الدقيقة 6-7 لكنه لم يتمكن من التعديل في الوقت الذي سجل فيه مهند الشنقيطي الهدف الثالث للفائز في الوقت المضاف ليحجز الاتحاد بطاقة العبور إلى النهائي المقرر يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي. ضرب نادي الاتحاد موعدا مع الفيحاء الذي بلغ النهائي بعد فوزه على الهلال بهدف من دون رد في نصف النهائي الآخر الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض سجله محترفه البرازيلي لي باولينيو.